أنا أحد المصابين والجرحى من حي باب عمر في حمص. نوجه رسالة عاجلة وعاجلة جدا إلى جميع إخواني وأهلي في سوريا الذين لم يناشدونا بعد في ثورتنا ولم يخرجوا بعد. نناشدهم بالله العلي العظيم بأن يقفوا معنا وأن يقفوا معنا في هذه الثورة المباركة، هذه الثورة الإلهية. نحن قد ضحينا بأنفسنا وسوف نضحي وسنضحي إلى أن يقبض الله هذه الروح التي أودعنا إياها. نقول لكم إخوتي نتمنى منكم ونرجو من الله بأن تكونوا معنا في ساعة الصفر. زاهر الحريري أصبت بطلق ناري. يعني أنا يعني عم بطلب منكم إنه ما تروحش دماء الشهداء ولا إصابات الجرحى، ما تروحش هدر ولا مجاني. يعني أنا بطلب من الجميع الكبير والصغير الموجودين في سوريا بالوقوف في ساحات الحرية من أجل إسقاط هذا النظام. وبطلب من إخواني اللي بخارج السوريين اللي بخارج سوريا الاعتصام أمام السفارات. ساعة الصفر قادمة لا محال، فأن يكن صدر اليوم قد ولى فأن غدا لناظره قريب. أنا اسمي غفران من ريف حمص من القصير. كنا قاعدين بالبيت هيك بالليل، فجأة بيصير رصاص وقذائف كتير يعني تنزت على البيوت. اجا الصبح دغري، لبسنا من الصبح بكير بدنا نهرب، يعني ما بنفس الضيعة بس حرق من على الأقل شوي. بدنا نحن نقطع بس شارع البلدية بس نوصل على البيت. نقطع تنتين يعني بسرعة نركض، تجي وراهم طلقة دغري، طلقة الغناص. أنا معي أخي عمره 7 أشهر، عم بركض هيك ما لحقت أقطع الطريق كله، بنص الطريق وقعت، انصبت بإجري بالقناص وإجري ما عم بحسن حركها هلا، ما بحس فيها يعني تقريبا انشلت. بدي عملية. بقول إن شاء الله ينصرهم، يكونوا معنا على ساعة الصفا، والله يحمينا الجيش الحر ينصروا إن شاء الله ويكون معنا. أيها الشعب السوري العظيم، دافعوا عن أعراضكم، دافعوا عن مساجدكم، دافعوا عن دور العبادة، دافعوا عن حريتكم. نطلب من الرجال والشرفاء في محافظة درعا وفي سوريا عامة أن تنطلقوا الآن، وهي اسمها ساعة الصفر، ساعة الحسم. نطلب من الشرفاء أن تنتفضوا في هذا اليوم ولا تتقاعسوا. انطلقوا أيها الشرفاء، انتفضوا لأجلنا، لأجل جرحانا. انظروا ماذا فعل بنا هذا النظام الفاسد. الرحمن الرحيم. رسالة من أحد المتضررين أو المصابين الذين أصيبوا في حي باب عمر، هذا الحي الذي هو يعتبر من أحياء حمص المنكوبي، وحمص التي تعرض جميع أحيائها إلى مجازر. وهذه الرسالة أوجهها إلى أهلنا وإخواننا طبعا في المدن التي لم تثر بعد بمعنى الثورة، وهي طبعا عاصمة المؤمنين دمشق وعاصمة أو الشهباء حلب. وجميع الصامتين أناديكم وطبعا أناشدكم أن تكونوا مع إخوانكم الثوار وأن تثوروا ضد هذا النظام الظالم الذي طبعا لا يعرف الرحمة ولا يعرف الإنسانية. فهذا النظام الذي سوف يأتي إليكم في عقر داركم، ويكون طبعا تتعرضون لما تتعرض له هذه المدن المحاصرة. وكونوا معنا إخواني في ساعة الصفر. وجه رسالتي لأهل الشام وحلب وكل صامدين هاي الثورة لكل الشعب مو بس لمدينة واحدة. نحن ضحينا الكثير وصار دوركم كونوا معنا بساعة الصفر.